لو بتفكر تسيب شغلك استنى ثانية. قبل ما تبعت الاستقالة خلينا نحكي لك على 6 أسباب لو حصلوا لك يبقى الاستقالة مش قرار، دي خطوة إنقاذ لحياتك. أولاً الشركة. 1. مواعيد العمل. كلنا بندور على شغل نحس فيه إننا بني آدمين مش آلات شغالة 24 ساعة. شغل في الصبح، شغل في الليل، وانت بتاكل، وانت في أجازتك، ولما تطلب أجازة يرفضوا، وتحس إنك نائب رئيس بورصة وول ستريت، وإن الشركة هتقع لو ما جيتش. ولو عندك ظرف زي ميعاد دكتور أو فرح بنت أختك، وتطلب تشتغل أونلاين أو تغير شيفت، يقولك ما عندناش الأوبشن ده. وفوق ده كله يطلبوا منك شغل إضافي، ولما تسأل هتحسبوه إزاي؟ ال HR يضحك ويقولك هنستثمره في شحنة البط الجاية. في اللحظة دي بتحس إن وقتك ومجهودك مش متقدرين، وساعتها الاستقالة هي القرار الصح. ملعون أبوك يا فقر حاوجني للأندال، زليت عزيز النفس عشان عديم المال. ب. السلامة والصحة المهنية. أهم حاجة في أي شغل إنك ترجع بيتك سليم، بس لو الشغل بقى خطر على صحتك أو حالاتك يبقى لأ. يعني إيه تشتغل وسط مكان قديم ما فيهوش صيانة، أو مواد كيماوية من غير أدوات حماية؟ المكان نفسه مش متهوي، والضوضاء ممكن تخرم ودانك، والمصيبة إن الشركة عندها تعليمات سلامة مكتوبة بس مركونة في الدرج، ومحدش بيطبقها، ولا بيدوك تدريب تحمي نفسك، ولا بيهتموا لو بلغت عن خطر، ولو فتحت بقك يحسسوك إنك بتعطل الشغل. بس الحقيقة إحنا بنشتغل عشان نعيش، مش عشان نموت، ولو مكانك مش بيحترم سلامتك يبقى مش مكانك. جيم. تأخير المرتبات والزيادات. المرتب هو السبب اللي بتقوم عشانه كل يوم، بس لما تلاقيه بيتأخر شهر ورا التاني وتسمع نفس الرد مفيش سيولة، ولما تسأل عن زيادة أو علاوة أو حتى بدلاتك يقولك استنى لما الظروف تتحسن، ساعتها بتحس إنك مش بتشتغل عشان تعيش، لأ، ده أنت بتشتغل عشان تطالب بحقك. وكل ده بيخليك تحس إنك في المكان الغلط، مكان مش مقدر تعبك ولا عامل لك حساب. د. فشل الإدارة في الأزمات. الأزمات طبيعية بتحصل في أي شركة، لكن المصيبة لما تلاقي الإدارة مش عارفة تتصرف. مفيش خطة، مفيش استعداد، وكل واحد شغال على مزاجه، والقرارات بتتخذ بسرعة ومن غير تفكير، واللي عنده مصلحة هو اللي بيمشي كلمته. ولو حاولت تعترض أو تقترح حل يعاملوك كأنك جاهل ويقولك إحنا أقدم منك، القرار ده أحسن. وساعتها بتلاقي نفسك بتدفع تمن قرارات غيرك من وقتك ومجهودك وأعصابك، والنتيجة شغل كتير ومفيش إنجاز. ثانياً، الوظيفة. 1. مفيش وصف وظيفي. كل حاجة سايحة، مفيش حدود، مفيش تعليمات واضحة، كل واحد فاكر إن المهمة دي مش شغلته، وكل يوم خناقات، مين عمل إيه ومين مأخر، والجو في الشغل يبقى مش لطيف خالص، وتحس إنك عاوز تولع في الشركة وفي عم محمد صاحب عربية الفول اللي قدامها. ب. تغيير طبيعة الشغل. لما تدخل شغلانة معينة وتتفاجئ إن اللي بتعمله حاجة تانية خالص، بتحس إنك اتضحك عليك. كنت فاكر نفسك داخل تشتغل على حاجة محددة، لقيت نفسك بتعمل كل حاجة غير اللي اتفقت عليها، كأنك اشتريت آيفون برو ماكس واستلمت النوكيا 3300. جيم. الروتين والملل. كل يوم شبه اللي قبله، لا فكرة جديدة ولا تحدي ولا أي إضافة. بتصحى الصبح بالعافية مستني بس صوت ال ATM في آخر الشهر، ولو مهاراتك أعلى من الوظيفة بتشوف أخطاء كتير ومحدش بيصلح، فتحس إنك محبوس في دايرة ما فيهاش أي تقدم ولا أي طموح. د. ضغط الشغل. الشغل نازل عليك زي الطوفان، مهام كتير فوق طاقتك ومفيش وقت لنفسك ولا لبيتك. تقول في الأول أستحمل شوية، بس لما تحس إنك بقيت عبد الشغل تبدأ تسأل نفسك هو أنا ليه أجري في دايرة مقفولة؟ أنا فين من حياتي؟ وساعتها تحس بحاجة اسمها الاحتراق الوظيفي، تبقى تعبان على طول، مزاجك وحش، متوتر، ومش طايق الشغل ولا اللي فيه. ثالثاً، المدير لو مش كويس الشغل كله بيبوظ. مهما تعمل مفيش تقدير ولا مكافأة ولا حتى كلمة شكر، ما بيسمعكش، ما بيعلمكش، ما بيطوركش، ولو طلبت تدريب أو كورس يقولك مفيش بادجت. يوزع الشغل على مزاجه، ولو مش على هواه يحملك فوق طاقتك، لكن لو من اللي بيجيبوله فطار يبقى ماشي على السكر. طريقته في الإدارة سلبية، بينتقدك على كل تفصيلة، مفيش مناقشة، مفيش حوار،
وعد النهاردة يبقى منسي بكرة. ولو شافك على علاقة حلوة بزمايلك يخاف إنكم بتتأمروا عليه. في الختام، لو أي سبب من الأسباب دي حصل معاك، يبقى الاستقالة مش هروب، دي خطوة شجاعة عشان تحافظ على صحتك ووقتك وكرامتك. بس لو فاكر إن الكابوس هنا خلص، لأ، استناني في الجزء التاني عشان نتكلم عن زملاء الشغل والعروض من شركات تانية وضغط الأسرة، دورهم في إنك تاخد قرار الاستقالة. في النهاية نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ومنتظرين اقتراحاتكم واستفساراتكم.